اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. صباح الخير متابعين حدوتة بيتي في كل مكان. حبيت النهاردة أبدأ معاكم يومي بروتيني الصباحي وبفطاري. السلام النفسي. السلام النفسي أولى خطوات كل شيء، أولى خطوات النجاح والصحة والعمل وتربية الأطفال. الحب بيبدأ وينتهي عند كلمة السلام. هؤلاء الأشخاص الذين يحدثون الكثير من التوتر في يومك يجب أن تسأل قلبك جيدا، هل يجب الاستمرار معهم أم الانفصال أم آن الأوان إلى أخذ هدنة؟ إن كان بينكم ما يستحق فخذ حربا من أجل تغيير نمط الحياة المتوترة، مرات بالنقاش ومرات بالشجار، وستصل بعد وقت من إحالة من التوازن. سيتغير المستقبل، ولكن إن لم يكن في قلبك لهم ما يستحقون من العناء فاحمل حقيبتك اليوم وابتعد قدر الإمكان بحثا عن الهدوء والسلام. بدأت حديثي اليوم بدعاء عن الهم والحزن، وهو من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من هذا الدعاء لعل الله يرفع الهم والحزن عنا جميعا. حدوتة بيتي.